محلين جزاره فسنا، جزاره اولاد راضي. بعد كده اتجهنا ان احنا يبقى عندنا اكتفاء ذاتي من الثروه الحيوانيه، فاضطرينا طبعا خدنا ارض في الصحراء وزرعناها عباره عن برسيم وجراو، وجبنا عجول لمؤاخذه ماشيه صغيره بتلو بقري وعجول بقري وعجول جاموسي صغيره، بحيث بنربيها ونسمنها احنا عندنا، بحيث نعمل منها اكتفاء ذاتي للمحلات بتاعتنا. الفكرة حضرتك من سنة 2005، حاليا لينا 12 سنة، وطبعا احنا طبعا عملنا كده، جبنا شباب معانا كده في المزرعة وبيساعدونا وبيوقفوا معانا وبيشتغلوا، والحمد لله يعني ربنا موفقنا وتمام. يعني بنوفر فرص عمل للشباب وعاملين طبعا موصلين كهرباء عندنا طبعا ابيار جوفيه، والزراعه طبعا عندنا اكتفاء ذاتي من الزراعه ومن الاعلاف الجافه والاعلاف الخضراء. وحضرتك برضو احنا الحمد لله عندنا شبه اكتفاء ذاتي في المواشي، محلاتنا كلها بتشتغل من مزرعتنا الحمد لله. يعني الحمد لله احنا عندنا يعني شبه اكتفاء ذاتي من البتلو ومن البقري النوعين، والكميه الحمد لله اللي تكفينا بحيث نمشي بيها، ما يبقاش عندنا عجز الحمد لله. في دكاترة بتاجي عندنا حضرتك، وفي بناخد التحصينات كاملة من الإدارة البيطرية، وبنحصن البهائم أول بأول كل 6 شهور. يعني عندنا غرفة عزل الحاجة الجديدة لغاية ما نطمن إن هي سليمة وما فيهاش خالية من الأمراض الحمد لله. في دكتور وفي 2 بيجوا بيمروا على المزرعة وبيطمنوا وبيكشفوا وبيشوفوا الحالات يعني ويطمنوا الحمد لله. السلخانة الحمد لله ملتزمين، وبنذبح ما بنذبحش خارج السلخانة، بنذبح كل بهيمنا في السلخانة ومختومة وتمام يعني.